الحقيقة ما جمع إلا لما وفى. يا بخت الزمالك بيك الصراحة، بحمد ربنا جدا. أنا سعيد إن أنت عمرك ما جيت الأهلي. أنا سعيد إن تركي آل الشيخ يوم ما جابك الزمالك ما جابكش الأهلي. أنا سعيد إن الأهلي ما فوضكش باعترافك وبلسانك. حقيقة عقلية تليق بالزمالك، عقليتك تليق بالزمالك. كل كلامك يدل على إنك أنت خلقت لتلعب في الزمالك. شتان العقلية بينك وبين علي معلول تماما تماما. الفار جاني ساسي، الاستفزازي ساسي. كل تعليقاته وكل كلامه يعني لما نيجي نمسك مثلا، باستثناء ان هو قال ان شيكابالا استفزازي، واخد بالك؟ يعني دي الحاجه الوحيده اللي قالها صح، ان شيكابالا استفزازي. ولكن قال لك ايه؟ في عنصريه توجه ضده. هو شيكابالا بتوجه ضده اساءات، لكن انت لو يعني عارف يعني ايه عنصريه، اتصور ان انت يعني ما تقولش الكلام ده. عنصريه يعني انت في حد معين بتستقصده عشان لونه او دينه او جنسه. لكن هو شيكابالا لما بيتشتم لان شيكابالا اساسا بيشتم، فبالتالي دي خناقه، دي عركه بتحصل في كل حته وفي كل بلد، وبتحصل عندك في تونس وبتحصل عندك في الجزائر وفي المغرب وفي اي بلد. واحد بيشتم فبيتشتم، واحد بيعمل حركه بايده فبتعمل له حركه تانية، وهكذا. لكن هو في حد بيستقصد شيكابالا عشان شيكابالا اسمر؟ لا طبعا. فدي كمان قلشت منك. آه شايف ان الزمالك قال ايه؟ كل ما يفوز ببطولات لازم يحصل له حاجه ومزودينها عليه شويه. ده شربوك خلاص، انت اشربت الزمالك في قلبك. شربوك ان شوف الزمالك بيصصدوه يا عيني، كل ما يفوز ببطوله يا عيني شوف عشان يوقعوا عشان الاهلي يكسب، بيبعت رسائل من تحت لتحت. فيا بخت الزمالك بيك صراحه، عقليه ممتازه، عقليه ممتازه تليق عليهم. برضو من ضمن الكلام قال ايه؟ مش هيشجع الاهلي في نهائي افريقيا ويشجع الوداد عشان هو زملكاوي. لا واحنا مستنيك تشجعنا الصراحه. لا لا لا، هنعيط. لا شجع الاهلي، شجع الاهلي، تشجعش. وبعدين الزمالك، هو انت مش برضو حاجه زينب بعت لك الحلق وانت برضو ما رضيتش تقعد في الزمالك؟ هو انت مش كنت برضو عايز فلوس زياده في عقدك الجديد عشان خاطر تجدد للزمالك؟ فين بقى؟ انا ملعبش في مصر غير للزمالك. اي نادي تاني العب له، كل مصر العب لها الا النادي الاهلي. مش عاوزينك مبدئيا. ثانيا، طب ما كنت تقعد يا اخويا في الزمالك لما انت بتحب الزمالك قوي كده. برضو من ضمن الحاجات اللي قالها، قال اصل انا عملت حركه عفويه بتاعت اللي هو التريقه لما بيجيب جون في حد وراح عامل بايده كده في ضربه الجزاء، وبعت اعتذار للشناوي مع علي معلول. اصلا انا بعملها غصب عن ايه اللي تعمل ايه ده؟ ايه ده يعني اصلا الحق مش عليك، الحق على المذيع اللي قاعد قدامك. ايه يعني ايه بتعمل حركه؟ لا انت بتتريق على الناس. لا انت لعيب قرنون وفزلوك، ازاي تعمل كده لو انت لعيب اخلاق؟ امال يا جماعه الناس بتحب ابو تريكه ليه؟ الناس بتحب محمد عبد الشافي ليه؟ الناس بتحب مثلا مين تاني؟ محمد حمص ليه؟ اللعيبه اللي هي اصلا حريفه بس مش قرنونه، عندها اخلاق. الناس ما بتحبش اللعيبه الحريفه اللي هي بتتفزلك وبتتكبر. انت بتتكبر، اسلوبك وحش. برضو لما شلت السماعه من ودن امين عمر يقول اصل انا غلطت بس يعني في ناس تانية بتقف وبتزعق وبتمد ايديها مش انت ايه ده؟ ايه اللي انت عملته اساسا؟ هو لازم الغلط ان انا مدي ايدي بس وان انا ازعق بس؟ لما اكون واقف بكلم حد تروح مقلعه حاجه ولا شدد له حاجه، دي كده دي اخلاق؟ بس اقول لك ايه، انت بتحب الزمالك. برضو يقول لك اصل النادي الاهلي جمهوره بيحب البطولات، ولو لعيب نجم عنده كده بيبقى عادي، لكن انا الزمالك بيبقوا بيحبوا لعيب الفنان وبرضه بيحبوا البطولات. فانا شايف طبعا طبعا، وده فرق العقليه، ده فرق العقليه. احنا ما نحبش اصلا لعيب بالعقليه دي. ايه يعني جبت بطوله برضه؟ طبعا طبعا، وده اللي مخلي الحمد لله جمهور الاهلي عقليته كده، فلعيبته كمان عقليتها كده، وادارته وكمان عقليته كده، عقليتها كده.
ان احنا بطوله جت خلاص دي بقت في الماضي. انت لحد اخر يوم ليك في الاهلي لازم تقعد تتعب وتجري وتعرق، عشان الاهلي مش نادي كره قدم. الاهلي كيان كده بيديك امل، كيان بيخليك يعني مصدق ان في حاجه ممكن تتعمل صح، كيان بيخليك تبقى عندك عقيده ان حتى لو في عقبات والوقت ضاع او حصل لك انكسار هتقوم وهتعافر وهتعاند. ما بيمثلناش نادي كوره. انت بقى لعيب دماغك كده زي فاكرها كوره وكده، ما تنفعش عندنا اصلا، ما تنفعش عندنا. وبرضه رايح يقول لك لقفشه ممكن تروح النادي الزمالك عادي. انت مالك انت؟ اما انت بتقول انا مش هلعب في مصر غير للزمالك، تقوم تمشي قفشه اللي في الاهلي اللي جاب فيك القضيه ممكن، القضيه ممكن، القضيه ممكن، اللي بتحرق قوي، اللي بتوجع قوي، اللي لسه بتلسوا على لحد دلوقتي، اللي لسه هاني هتقعد يقول لك اصلا كنت المفروض انت تروح ترجع تغطي. قلت له اصلا انا ما بعرفش اغطي. امال بتعرف ايه؟ تعرف تعري؟ يعني انت تعرفش تغطي بتعرف تعري؟ لعيب خط وسط معتمد على اشرف بن شرقي هو اللي يروح يغطي الجناح؟ يقول له اصل اشرف بن شرقي بيدافع احسن مني. الدفاع الجناح يدافع اكتر من اللعيب رقم 8. اللعيب رقم 8 عندنا اللي هو عمرو السوليه مثلا، يعني حسين الشحات بيدافع احسن من عمرو السوليه؟ انا مش عارف اصلا الزملكاويه كانوا طالعين بيك السما ليه يعني. فعلا لعيب اصلا تاريخه ما صنعهوش غير في سنه واحده مع الزمالك وما عملش حاجه. يعني مشي قبل ما يجيب الدوري وما خدش افريقيا. امال بقى يا عم انت لو جايب 2 افريقيا، امال انت بتغير زي عمرو السوليه؟ ها؟ عمرو السوليه مسجل في نهائي كايزر تشيفز ومسجل في نهائي قادية ممكن، وعادي احنا ما عندناش نجم. الاهلي هو النجم، الاهلي هو النجم. تصريحاتك كلها استفزازيه، وشايف ان الناس جايه على الزمالك وجايه على النادي وجايه على الناس اللي بتمثل النادي، وسايب الناس اللي بتمثل النادي دي شوف بتعمل ايه وبتقول ايه لا اصل طيبين اصل حلوين اصل مش عارف ايه. فالزملكاويه اساسا لعبوا في اساسك التفكيري، لعبوا في اساسك التفكيري، فدماغك بقت زيهم، فبقيت تقول زيهم. فبالتالي اساسا احنا ما حدش قال لك ان احنا عاوزينك يا ابني. معرفش كان ليه تصريحات تانية بس دي ابرز التصريحات اللي هي يعني استفزازية. لكن الواحد صراحة لما سمعها يعني حمد ربنا ان الواحد عندنا علي معلول. علي معلول ده يا جماعة ينفع يشتغل في الاهلي بعد كده، شرب الاهلي زي ما علي معلول شرب الاهلي. فرجاني ساسي نموذج شرب الزمالك. انت عندك دلوقتي 2 لعيبة، فرجاني ساسي وعلي معلول. علي معلول اللهم بارك اللهم بارك معانا من 7 سنين. شوف راح كم مرة كأس عالم الأندية، كم مرة دوري أبطال، كم مرة دوري، كم مرة كأس سوبر، كم مرة كأس سوبر أفريقي، كم مرة كأس مصر. شوف أدي علي معلول، وشوف تفكيره، وشوف بيعمل إيه وبيجمع لعيبة حواليه ويقول لهم خلاص وخدنا بطولة ونفكر في اللي جاي. وادي فرجاني ساسي، شوف لعب في الصفاقسي ولعب في الترجي ولعب في الزمالك ولعب في الدحيل ولعب في ودانو ولعب في حواجبه في الاخر كام بطولة، راح مرة كام مرة كاس عالم للأندية. ده فرق التفكير. واحد بيقول لك انا عايز اتمتع وافنن ومش عارف ايه، والتاني بيقول لك البطولات ويعني هو ده الاهلي.